طبعا عليا تعليق كبير جدا على تعليقات اللي قالها عصام. كل واحد اكيد ليه وجهه نظر، وعصام اكيد عايز يلعب، ولكن انا شايف عصام امبارح كان يعني الموضوع يمكن خده سخن شويه، وكان متضايق ان هو ما اتاخدش. يعني انا شايف ان في تجاوز نوعا ما شويه، ان هم كدابين. يعني ممكن يقول ان هو ما بيحبوش. عصام نجم كبير، ومش يعني مش هقول هو قال ايه وما قالش ايه، لكن يعني انا شايف ان هو الموضوع اللي يتحل احسن في تليفونات بينهم وبين بعض، مش على التلفزيونات. لان انت عصام ممكن مصر توصل كاس عالم، لو مصر وصلت كاس عالم اعتقد هتبقى عايز تبقى موجود في كاس عالم تختم بيها حياتك، فبالتالي ما تقفلش دايما اي صفحه مع مدرب طول ما هو موجود، او حتى لو مش موجود. يمكن ده انا قلته ايام ماتش تشيلي اللي حصل فيه المشكله، وان عصام اتضايق جدا انه ما لعبش واحتج وما نزلش التمرين وما نزلش يسخن وما نزلش السفير، وكان شايف ان هو يعني كان تصرفه انا شايفه كان غير لائق في هذا الوقت، خصوصا ان كابتن الفرقه كان لازم يبقى احسن من كده. فبالتالي هو بياخد دلوقتي اللي عمله في ماتش تشيلي. ممكن يبقى لغايه دلوقتي مستر بارلي متضايق، كابتن زكي، كل مدرب ممكن يكون جواه ما بيبقاش صافي لما يبقى حد بيعمل معاه حركه مش كويسه بالنسبه له يعني. فبالتالي يا عصام خليك لسه مادد ايدك للناس، خليك لسه ممكن ان شاء الله مصر توصل كاس عالم. افرض مصر وصلت كاس عالم دلوقتي ومع الجهاز اللي هم انت بتوع كدابين والناس مش عارف ايه ما بيحبوش البلد من وجهه نظرك طبعا. طب افرض وصلوا كاس عالم، انت اكيد هتبقى عايز تلعب في كاس عالم، وهتبقى عايز تفتح صفحه ثانيه مع الناس دي عشان تلعب في كاس عالم. فخليك دايما يا عصام، يعني انت صاحبي وصديقي، وانا شايف ان انت ممكن تكون انفعلت شويه نتيجه ان انت كنت عندك امل كبير، وانا كان عندي احساس انك هترجع. بصراحه انا كنت مع الكابتن ضياء والناس كان عندي وصلنا احساس ان انت ممكن تكون موجود، ولكن ده اختيار مدرب هو اللي يسال عليه. حاول يا عصام تمسك نفسك، انت راجل عندك حوالي دلوقتي 39 سنه، يعني كبير ونجم عظيم، وعملت انجازات لن يستطيع احد ان ينكرها. ومهما الناس جت انت من خلاص كتبت اسمك في اساطير كره القدم في مصر، وان انت احسن من احسن حارس على المستوى الدولي والمحلي، لعبت في الكره المصريه. فدي لن تزيدك شيء انك تقول ده كويس او ده وحش، بالعكس انت بالعكس طول ما انت بتحترم الناس كلها حتى اللي ما بيختاركش، الناس كلها انت بتكبر في عين الناس. فانا اتمنى عصام انك تطلع الفتره الجايه تحاول تبقى واقف مع المنتخب، لان الناس كلها في حاجه شديده انك تبقى الناس كلها تشوف المنتخب بشكل كويس، تقف ورا المنتخب بشكل كويس. يعني دي تصريحات طبعا زي ما بقول لكم انا شايف انها انفعاليه من عصام الحضري بشكل كبير جدا واكثر مما هو متاح، وكان لازم يراعي فيها برضه ان هم ناس بغض النظر على فكره. يعني ايام في مدربين كانت بتبقى جايه عايز تخلص علينا، بس ما ينفعش اطلع اقول عليهم بالشكل ده بشكل كبير في التلفزيون ان هم مكدبين او ان هم ما بيحبوش مصر. ممكن اقول ان هو ما بيحبنيش، ما بيستريحليش، زي ما هو قال في وسط الحوار ان هم كل واحد ليه حد بيحبه. هتلاقي في حياتنا كلها في مدربين بيجوا يحبوا ناس ويكرهوا ناس، او ما يقتنعوش بناس. ده شيء طبيعي في كره القدم على فكره، وفي كل الدنيا تلاقي مدرب يجي بيلعب لعيب، يجي مدرب تاني اللعيب اللي كان بيلعب ده ما بيلعبش ويلعب واحد تاني خالص. فهي دي كرة القدم.